أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. أيام قليلة ونستقبل عام ميلادي جديد، حيث يتم من الآن الاستعدادات للاحتفال به. إيه رأيكم لو خدنا بعضنا كده بربطة المعلم زي ما بيتقال في التعبير الشعبي ونروح اسكندرية نقضي ليلة راس السنة هناك؟ هنشوف احتفال له طابع خاص ما شفتش زيه قبل كده. في ان احتفال أهل الإسكندرية بليلة راس السنة له طابع مميز جدا وله خصوصية يختص بها أهلها وحدهم دون باقي المحافظات والمدن المصرية الأخرى. تعالوا نشوف كده. في منتصف ليل يوم 31 من ديسمبر كل عام، وهي لحظة ينتظرها الإسكندرانيون بمزيد من الترقب والإثارة والفرح للقيام بعادة اعتادوا عليها من عشرات السنين، فنجد الكل واقفين في البلكونات والشبابيك في المنازل وشرفات المطاعم والكازينوهات والفنادق متحفزين ومعاهم زجاجات أو أكواب قديمة وأكياس بلاستيك بها ماء والكراكيب القديمة وكل ما هو غير صالح للاستخدام. فبمجرد أن تتعانق عقارب الساعة وتعلن دقتها 12:00 يلقي أهل الإسكندرية بتلك الأشياء في الشارع، فتسمع أصوات تكسير الزجاج وارتضام الأشياء الأخرى ممتزجا بأصوات الصفير والتهليل بقدوم العام الجديد. دي عادتهم في الاحتفال من سنين طويلة. لكن من أين جاءت تلك العادة التي انفردوا بها؟ بص يا سيدي، عادة تكسير الزجاج والأطباق تعود في الأصل إلى اليونانيين الذين عاشوا وعشقوا الإسكندرية، ورغم رحيل أغلبهم عائدين إلى بلادهم بقت تلك العادة عند السكندريين كمظهر من مظاهر الاحتفال بلحظة وداع العام القديم واستقبال العام الجديد. فكسر الزجاج والأطباق عند اليونانيين وخاصة الأطباق الصيني البيضاء عادة يونانية معروفة، وهي ضمن طقوس رأس السنة التي لها أصول في الأساطير اليونانية. فكانوا يعتقدون وفقا لتلك الأساطير بأن تكسير الصحون يجلب الحظ ويطرد الأرواح الشريرة، وأنه يعطي السرور والسعادة للأرواح الطيبة، وكمان كسر الشرور المتربصة بهم أو بأحد أفراد عائلتهم، والتخلص من الأحزان والأمور السيئة التي صادفتهم في العام الماضي. ويكون فرحة استقبال العام الجديد بالتخلص من هموم ومشكلات العام القديم، فهم بيشوفوا بأنهم إذا فعلوا ذلك سيشهدون عاما جديدا مختلفا بدون أحداث سيئة، وتحمل السنة الجديدة الفال الحسن. وأثناء قيامهم بكسر الزجاج وخاصة زي ما قلنا الأطباق الصيني البيضاء يتمنون الأمنيات الطيبة التي يرجون أن تتحقق في العام الجديد. وعادة تكسير الأطباق مش بس اليونانيين بيعملوها في الاحتفال باستقبال العام الجديد، بل في كل مناسباتهم السعيدة. فهناك مقولة مشهورة بتقول: إذا فرح اليونانيون كسروا الصحون. جملة يونانية قديمة تعبر عن إحدى عادات الشعب اليوناني للتعبير عن الفرح من خلال تكسير الأطباق، والشعب اليوناني ما زال يتمسك بها في أعياد الميلاد وفي حفلات الزواج، فيقال أنه تم تكسير 1000 صحن في بعض الأفراح. وكمان كسر الكاس اللي شرب منه العروسين لتمني حياة سعيدة لهما. وهم زالوا يمارسون عادة تكسير الصحون رغم أن في عام 1969 صدر القانون اليوناني بتجريم ذلك. ده مش بس كده، كمان ده للتعبير عن الترحيب والحفاوة بالضيوف. فقد نشرت صورة حديثة لإحدى الفنانين وإحدى الفنانات المصريين في زيارة لمطعم يوناني في دبي وهم يكسرون الأطباق. طيب،
عادة كسر الزجاج وأخذها الإسكندرانية عن اليونانيين. أما عادة رمي الأشياء القديمة والكراكيب أخذوها عن مين؟ في الحقيقة الإسكندرانية أخذوها عن الجالية الإيطالية اللي برضو كانوا موجودين بكثرة في اسكندرية. فمن العادات القديمة التي ما زالت تتبع في بعض المدن والأماكن خاصة في جنوب إيطاليا وبعض أجزاء من نابولي يقوموا برمي الأشياء القديمة من البلكونات والنوافذ، فوفقا للفلكلور الإيطالي بأن هذا سيجلب الحظ في العام الجديد. ومن مظاهر الاحتفال المبهجة التي نجدها في الإسكندرية ليلة رأس السنة تلاقي السفن الراسية بالميناء أو السفن اللي واقفة مستنية دخول الميناء، واللي تشوفها على طول الساحل من بعيد بأنوارها وكأنها عقود من الماس. ففي تمام الساعة 12 تطفئ السفن أنوارها ثم تعاد إضاءتها كاملة وتطلق أبواقها بصوتها المتميز، وتتداخل تلك الأصوات معا وتمتزج مع بعضها في سيمفونية رائعة احتفالا ببداية العام الجديد. طب تعالوا نروح مع الإسكندرانية ونشوف بيقضوا ليلة راس السنة فين. لو سيبنا الفنادق والكازينوهات بمظاهر احتفالاتها، وكمان سيبنا الناس والأسر اللي بيفضلوا يقضوا الليلة دي في البيوت أو في زيارات، ونروح الأماكن المفضلة للعامة من الإسكندرية اللي بيروحوها لقضاء ليلة راس السنة. نذكر منها قلعة قايتباي وحديقة محطة الرمل عند تمثال سعد زغلول، وطبعا دي مناطق تاريخية مش محتاجين نتوسع في الكلام عنها. وكمان بنلاقيهم على طول طريق الكورنيش. هناك مكان آخر أضيف للأماكن المفضلة ويعتبر الأحدث، هو جسر ستانلي أو كوبري ستانلي، واللي تم افتتاحه في 2 سبتمبر 2001 بطرازه المعماري الفلورنسي الإيطالي المستوحي من عمارة قصر المنتزه وإضاءته المميزة، واللي صبح أحد معالم الإسكندرية. وبالرغم من أن الهدف الرئيسي من إنشائه هو التوسعة لتمر عليه السيارات المتجهة إلى قلب الإسكندرية زي محطة الرمل والمنشية، إلا أنه أصبح متنزها محببا مفضلا للإسكندرانية، وكمان ضيوف الإسكندرية يقضوا عليه أسعد وأمتع الأوقات، فقد أصبح من ضمن أماكن ومظاهر الاحتفال بليلة راس السنة. فيكون في الليلة دي مزدحما بالناس والشباب اللي جم عنده للاحتفال بالسنة الجديدة وإطلاق الصواريخ والألعاب النارية. ورغم ما يسببوه من تعطيل مرور للسيارات، لكنها عطلة سارة مبهجة تلمحها في وجوه سائق السيارات الذين لا يغضبون ولا يتذمرون من تلك العطلة، فالكل سعيد في تلك الليلة. وأشار الباحثين في التراث الشعبي السكندري إنه من عادات استقبال الإسكندرانية للعام الجديد تهنئة بعضهم في صباح اليوم الأول من يناير بالقول سنة خضراء، كنوع من التفاؤل بالأخضر والخضرة، علما بأن كلمة سنة خضراء من الاصطلاحات العامية التي عبرت القرون وما زالت موجودة. وأنا أختم الحلقة دي وأقول لكم سنة خضراء عليكم جميعا بإذن الله.